السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا اخواتي الغاليين يا صحبة الجنة؟ كل سنة وانتم طيبين. تنظيفات رمضان 2023 بكل حماس وكل الطاقة الإيجابية. يلا 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 شمري وتعالي وتحدي البرد مع هنا، وان شاء الله هتخلي مطبخك زي الفل، وحتة حتة هنخلي البيت بيبرق وينضف ويبقى عامل ازاي مش قادرة اقولك. ادخلي معايا الفيديو، قبل ما تدخلي حط اللايك بايدك اليمين، ربنا يجعلنا جميعا من اهل اليمين. ويلا يلا اشتركي معايا في القناة اللي لسه اول مرة تشوفيني، وادخلي خدي لفه في القناه، ان شاء الله القناه تعجبك وتشتركي معايا. ولو تقعدوا في الفيديو كام دقيقه يبقى كتر الف خيركم. يلا تحمسوا وتنعنشوا وتنغنشوا وازرعوا نخله في الجنه قبل ما تدخلوا على الفيديو. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنبدا اليوم بتاعنا بحماس ونشاط وحسن ظن ويقين في الله، بان النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعده وكل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. والبركه هنجيبها منين؟ زي كل مره ما بنقول في الفيديو، بنجيبها من صلاتنا الصباحيه ومن دعائنا التحصيني ومن الصلاه على وقتها. بنحسن الظن في الله وبيكون عندنا يقين في الله. دايما طول ما انت مع ربنا خلاص كل حاجه هتكون هينه ولينه. ايه ده يا هنا؟ والله مكسوفه منكم، والله مش عارفه اقول لكم ايه. شوفوا منظر المفاتيح. بصراحه يا بنات هقول لكم وهفضل اقول لكم، التنظيفات السنه دي تنظيفات مختلفه تماما. هي مش تنظيفات لرمضان ابدا ابدا، هي تنظيفات لشهر رمضان وللفتره اللي كنت غايبه عنكم فيها. انا هملت في كل البيت وكل الدنيا اللي حواليا، ربنا هو لوحده العالم انا كانت حالتي ازاي. الحمد لله. فانا بادئه اصلح معاكم اللي فات واللي جاي ان شاء الله. فبصراحه المفاتيح بتاعه البوتاجاز، احنا نظفنا البوتاجاز من فوق ومن الجوانب المره اللي فاتت مع بعض، لكن المفاتيح كانت مضايقاني جدا. فرحت بقى جايبه لها حاجه كده اسمه، هتشوفوه معايا دلوقتي، اسمه جريت تقريبا، حاجه شبه سترس وشبه باور والحاجات دي. وبس انا فكيت المفاتيح مفتاح وغسلته على ايديا ورجعت ركبته. فما شاء الله زي ما انتم شايفين بيلمع وكانه لسه جديد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يلا بينا بقى نكمل المطبخ حته حته وشويه شويه، ونبدا بالرخامات. نفضي الرخامات علشان هنلمع الحيطان كمان ونخليها تمام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. وهنغير كمان الاسكار وهنحط اسكار جديده، علشان الاسكار القديمه البخار بتاع المطبخ طلع عليها، فهنجددها كمان. وده الفول الاخضر، مين يعرفه يا حبايب هنا؟ بصراحه قمر القمر، طعمه الايام دي زي السكر، والموسم بتاعه الايام دي. يلا هاتوه كلوا منه وخدوا الفوائد بتاعته. ودول حبه الطماطم اللي اتبقوا من الصندوق اللي كنا جايبينه. اللهم لك الحمد، كله اتفرز واتحط في الفريزر. بس لسه معلش الفيديو التاني بتاع التفريزات ما نزلش دلوقتي. وده ايه ده؟ طبق الفاكهه يا حبايب هنا. بس ما دام ما فيش فاكهه مثلا في اليوم ده، او انا ما نزلتش جبت فاكهه، فانا بحط فيه تمر. لازم الطبق ده ما يبقاش خالي من اي حاجه الولاد ويروحوا يوجع عليها، ودي بركه من الله عز وجل. هنبتدي بقى شويه شويه نشيل كل الحاجات اللي على الرخامه، واللي مش بحتاجه قوي. يعني الهاند بلندر مش دايما بحتاجها، فانا بخليها في العلبه بتاعتها يا حبايب هنا، وبحطها في المطبخ من تحت مع الادوات الكهربائيه اللي مش دايما بستخدمها، زي العجانه وزي العائله البراون اللي هي الكبه، وزي المضرب البيض. يعني الحاجات اللي مش دايما بستخدمها بحطها في المطبخ من تحت، عشان ما تعمل لي الزحمه على الرخامه، وفي نفس الوقت تاخد من بخار المطبخ، وكل شويه اقعد اغسلها واعمل لها روتين تنظيف. فدايما اللي بيكون اساسي عند الرخامه هو الخلاط العادي والكبه الصغيره. دول اللي هم بيبقى ايه يوميا محتاجينهم، لكن الحاجات التانية وقت محتاجها بطلعها استخدمها وانضفها وارجعها مكانها تاني. وكده الضرفتين مقفولين عليها، متصنه من التراب والبخار بتاع المطبخ، وبحافظ على ادواتي الكهربائيه وبحافظ على نظافتها، وفي نفس الوقت بوفر برضو التعب. ها ايه ده يا هنا؟ جبت مساحه الباركيه تاني يا حبايب هنا، عشان ولادي كانوا كسروا الاولانيه، ربنا يصلح حالهم. فجبت واحده تانية، التانية كان لونها بينك كده او فوشيا، فدي لونها ازرق. فبحاول بقى افتكر هنا كنت بشغلها ازاي، بس ان شاء الله افتكرت خلاص. كنت جايباها بكام المره اللي فاتت؟ مش فاكره والله. المره اللي فاتت كانت ب 40 تقريبا يا بنات، المره دي انا جبتها ب 45 او 50 حاجه زي كده. وهبتدي بقى ارش من المذيب الدهون اللي انا قلت لكم عليه ده. وما شاء الله يا بنات يا دوب تعدوا بالمساحه دي على السيراميك، السيراميك بيروح زي الفل. اللهم لك الحمد. ربنا عالم ان الواحد ما عندوش حيل يطلع ويدعك بالسلكه، فربنا بييسر لنا حاجات كده. الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد على نعمك يا رب، دي بركه في الرزق يا بنات. اللهم لك الحمد. شوف السيراميك بيلمع ازاي. الحمد لله على كل حال. يلا نكمل بقى المطبخ بتاعنا ونظبط الحاجات اللي تحت. انا ما جبتهاش، انا جبت معاكم اللي فوق، علشان انا كنت بعمل المطبخ لوحدي. يارا ما كانتش معايا، كانت في الدرس، وكنت بعمل لوحدي.
يعني التصوير كان صعب عليا ان انا احاول اظبط الزاويه بتاعه التصوير في كده، فالجزء اللي فوق هو اللي صورته معاكم، لكن الجزء اللي تحت بقى ده انا صورته ايه قصدي يعني غسلته مع نفسي كده ايه واحده واحده كده ان شاء الله. بما ان احنا قلنا واحده واحده، يلا نقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. دايما دايما اذكري اللي احنا في ايام جميله، ايام كلها بركه، ايام كلها جمال وحلاوه وحاجه كده قمر القمر قمر القمر. اللهم لك الحمد يا رب العباد. فطبعا ما شاء الله امشي كده حته حته. انا بصراحه مش هقدر ان انا اعمل الحاجات دي كلها مره واحده، لان انا لسه برضو صحيا مش بقدر. فانا بس ايه قدر الله ما شاء فعل. اتكسرت وانا بمسح يا جماعه، اتكسرت عادي عادي، بتحصل. بس هي مش اتكسرت، خليكم معايا وانتوا هتشوفوا ايه اللي هيحصل. اتكسرت ولا عوضي على ربنا في الفلوس ولا ايه. فقلت بقى انا هكمل خلاص بيها كده في ايديا، يعني ان انا استخدمها كده كانها مساحه في ايدي كده. وايه وهي برضو بصراحه بتلمع وبتنظف الشرشوبه دي اللي فيها الحاجات المشرشبه اللي فيها، بتلمع حلو قوي اكتر من فوطه المطبخ العاديه. وده ايه ده يا هنا؟ ده الستاند اللي كان ابني عامله لي كانه يعني رمضاني كده وحلو. وده البرواز اللي احنا معلقينه برده من البخار والدخان، هنمسحه وننضفه ونلمعه. ايه الميه اللي عندك في الطبق دي؟ ميه سخنه شويه، مش سخنه قوي على قد ايدك يعني ما تتحملها. وحطيت فيها شويه من البريل وشويه من كلوركس الالوان السايب، بس مش اكتر من كده. ويلا بقى يلا يلا انعش كده وظبط الدنيا. ايوه، واي حاجه عندك لمعيها وخلي دنيتك بتبرق وزي الفل. بس طول ما انت واقفه حاولي ان يكون حواليكي اذاعه القران الكريم شغاله، او قران في التليفون جنبك، او شغلي في التلفزيون بقناه دينيه بتحمل بترسل القران يعني وكده، بيبقى موجود قرآن شغال فيه. المهم حاوطي نفسك بالقرآن وبالأذكار، هتلاقي يومك كده كله روحانيات، ان انت في ايام مفترجة، وان التنظيفات دي مش مجرد تنظيفات ابدا ابدا، لا بالعكس، دي يعني ايام بتحتفلي بيها. اولا بتحتفلي بيها بانك بتنظفي بيتك، وثانيا بتحتفلي بيها وده الاهم بانك تنظفي قلبك وتنظفي دنيتك. اوعي تستعد لشهر رمضان بتنظيف البيت بس، وانت بتنظفي البيت كده قولي يا رب انا هنظف قلبي من اي حاجه انا زعلانه من حد فيها. لو زعلانه من فلان انا هعفوت عنه يا رب، عشان انت كمان يا رب تعفو عني يا ارحم الراحمين. ايه لما تنظفي وتلاقي نفسك حاسه ان جواكي حاجه مزعلاكي من حد، لا يا رب انا خلاص مش زعلانه. لما تنظفي كده وتلاقي نفسك انت في يوم فاكره ان انت مثلا قلتي على حد حاجه او عملتي ذنب، استغفري ربنا عز وجل. الله اللهم اني استغفرك من جميع الذنوب واتوب اليك. سبحي هللي كبري استغفري صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام كتير جدا جدا جدا. الايام دي نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني شفعنا يوم الدين، يعني ده يعني سبحان الله فضل الصلاه كتير يعني كبيره جدا. نحاول نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كتير جدا جدا جدا. يبقى احنا مش بنغسل بس الرخامات ولا بنغسل المطابخ ولا البيوت، احنا عايزين نغسل قلوبنا ونغسل ارواحنا. الروح يا جماعه زي ما بتغذي جسمك بالاكل والشرب، الروح بتتغذى بقراءه القران، وبتتغذى بالاذكار، وبتتغذى بالروحانيات الدينيه. حوطي نفسك بالحاجات الحلوه دي الايام دي علشان تعلي الهمه عليها. ايوه احنا بنتنافس فليتنافس المتنافسون. حلوة جدا المنافسة الأيام دي، عايزين نتنافس كلنا. يلا مين قرأت دلوقتي؟ عودي نفسك انك تقرأي قرآن النهاردة كل يوم، ولو جزء ولو أي حاجة انت تقدري عليها، عشان في شهر رمضان تبقى سهلة ويسيرة عليكي. عودي نفسك، دربي نفسك من دلوقتي. زي ما بقول لكم دلوقتي، لو احنا قلنا ألف لا إله إلا الله كل يوم، هتيجي يوم العرض عليه أو يوم طلوع الروح هتلاقي سبحان الله عز وجل لسانك طلق في لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. عودي برضو نفسك انك تقرأي القرآن كل يوم وتذكري ربنا كل يوم، عشان في شهر رمضان ان شاء الله برضو يعني نكون مستعدين ولساننا ذاكر. هتلاقي نفسك وانت صايمه لسانك بيذكر سبحان الله. ما انت خلاص عودتي لسانك على كده. دي فطره يا بنات، فطره. عودي نفسك على اللي انت تقدري عليه، وحاوطي نفسك باللي انت حباه. ما شاء الله تبارك الله. الروحانيات اللي احنا فيها جميله جدا، وبرضو بنحتفل وبنفرح ولادنا لما يلاقوكي بتشوفي كده، بيشوفوك انت الايام دي بتنظفي في البيت. ليه يا ماما انت عماله الايام دي مجتهده قوي زياده؟ داخل علينا شهر الخير يا اولاد، داخل علينا شهر البركات وشهر الطاعات. لما يلاقوكي
ما شاء الله تبارك الله لما تيجي تطلعي صدقه لحد مثلا محتاج حواليك، قولي له روح ودي الصدقه دي علشان فضل الصدقه دي في الشهر ده كذا وكذا وكذا، عشان اعمالنا هترفع في الشهر ده وكذا وكذا. يا ولاد احنا عايزين الشهر ده نعمل حاجه كذا وكذا. طب يا ولاد احنا عايزين الشهر ده نقرا اكتر، يعني احفظوا اكتر لو هم عندهم حفظ في الكتاب او التحفيظ، احفظوا اكتر الشهر ده علشان الاعمال بترفع. هيترسخ جوه اولادك ان الشهر ده شهر رفع فيه الاعمال، بس انت بتعوديها لهم باسلوب حلو. فانت يعني سبحان الله حاولي تغتنمي فرصه الايام دي. سبحان الله يا بنات، كأن ربنا عز وجل بيجيب لنا ايام في السنه نشحن بيها الطاقه بتاعتنا. احنا بيجي علينا اوقات سبحان الله الطاقه فعلا بتنفس، بتحسي ان انت مستهلكه من كتر المشاكل اللي حواليكي، من كتر غلاء الاسعار، من كتر الوباء، ومن كتر البلاء، ومن كتر مشاكل اولادنا ربنا يصلح حالهم ويهديهم، ومن كتر مشاكل اي حاجه حواليك. الدنيا مش خاليه ابدا ابدا ابدا، لقد خلقنا الانسان في كبد. فعلشان البطاقه بتاعتنا بتنفس كده وتحسي ان انت همتك عزيمتك بتقل، فربنا بيجيب لنا الشهور دي علشان نشحن بقى. يلا هاتي الشاحن بقى واشحني نفسك واشحني قلبك بالطاقه الايجابيه، اشحني قلبك واشحني روحك بالقران وبالاذكار وبالطاعات وبالنوافل بقى. وتخيلي بقى صله رحم وصله وبر والدين وتنفذ وتبسمك في وجه اخيك صدقه، والدل على الخير كفاعله، وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. يعني هتبصي قدامك الابواب مفتوحه، مفيش باب معين تفتحيه وتدخلي منه، اي باب انت بتحبيه ادخلي منه والباب هيبقى مفتوح وهيستقبلك بالحسنات وتسجيل الحسنات. وزي ما متعودين حصلت الحسنات يا بنات. وبما ان احنا قلنا حصلت الحسنات، يبقى احنا لازم نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، ونزرع نخله برضو تاني في الفيديو ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النخلات هي امارات، نخلات ازرعوا نخلات كتير عشان النخلات برضو في الشهر ده هتبقى نخلات كبيره جدا كده وما شاء الله وحلوه وقمر القمر. وبما ان احنا قلنا نزرع حسنات، فانا برضو في الفيديو ده الولاد كانوا عايزين حاجه حلوه، بما ان الايام دي الحاجات بقت غاليه مش هكدب عليكم، عشان تقومي تعملي صينيه كيك هتكلفيها قد كده، وربنا يبارك ويحفظ يا رب ما شاء الله كل واحد هياخد حته وانتهينا خلاص. وانا ما كانش عندي بصراحه كل طلباتها، يعني ان كان في حاجه كان في حاجه تانية ناقصه. فقلت ايه والدنيا بالليل، طب ايه رايكم والله اللي انا برضو محليه لكم بقكم وعامله لكم حاجه حلوه. رحت داخله عامله لهم اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، ولحد ما نشوف يلا ندعي لينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب اشفي كل مريض يا رب. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي وردينا ربنا يرزقكم الذريه عاجلا غير اجل. اللهم امين بحق لا اله الا الله وبحق الايام المفترجه. يا رب يرزقك يا ام محمد من السعوديه ذريه عاجلا غير اجل، ويرزق كل مشتاق. اللهم امين يا رب العالمين. وكل من حملني امانه اللهم امين. اللهم استجب اللهم استجب. اللهم فك كرب كل مكروب وسيد الدم كل مديون يا رب العباد. متعودة انك تعملي لولادك حاجة حلوة، جددي النية، ادخال السرور على المسلم، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يعني انت بتعملي لهم حاجة حلوة عشان تفرحيهم وتبسطيهم، وفي نفس الوقت انت مسؤولة عنهم، وربنا امرك ان انت تعتني بيهم وتخلي بالك منهم، فانت بتأدي الرسالة دي طاعة لله عز وجل. وسبحان الله كل حاجة بنعملها بنحولها من عادة لعبادة يا احلى بنات في الدنيا. طيب انت كنت عاملة شعرية زودتي ده تاني ليه يا هنا؟ زودت عشان افتكرت لما نعمل كيسين، طب ما نعمل كمان واحد زيادة وندي اللي بنحبهم كمان طبق شعرية. فسبحان الله عز وجل، يعني سبحان الله تاخدي اجر جبر الخاطر لما تدي لحد حاجه وتبسطيه وتفرحيه بطبق شعريه سخن كده في البرد اللي احنا فيه ده، يبقى ده كمان حاجه قمر القمر. وسبحان الله سبحان الله ربنا هيديك البركه في اللي انت بتعمليه، وهتلاقي الخير كتير، واللي في ايدك بيزيد وبيتضاعف يتضاعف. ما نقص مال من صدقه، لو طلعتي اي حاجه من الحاجه اللي انت بتعمليها الحاجه اللي موجوده عندك هتتضاعف اضعاف اضعاف اضعافها. يبقى احنا كده ايه مستشعرين الايام القمر اللي احنا فيها. واستنوني بقى الفيديوهات اللي جايه بقيه تنظيفات العيد. ايه العيد جاي، ما هو احنا كلنا انا حاسه ان احنا في ايام عيد وايام بركه وايام كلها قمر القمر. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعم على قلبي، اللهم امين يا رب العالمين. فاحنا دلوقتي الايام الجايه استنوني هنكمل التنظيفات كلها مع بعض، هنكمل المطبخ وهنخليه قمر القمر، وكمان في روتين في الصلاه بره، لان انا بقالي فتره طويله جدا ما عملتش فيها روتين. وحبيبتي ام حبيبه كانت بتسالني انت ليه ما بتعمليش روتينات، انا كنت جاوبتها قبل كده، بس يلا شجعي واستنيني قريب هتشوفوا روتينات بره في الصلاه،
لان انا غيرت النظام، وفي حاجات نزلتها من الصاله في الشقه اللي تحت عشان تهون عليا في التنظيفات. هتشوفوا كل ده معايا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. هتتحمسي كده وهتقومي وتبقي كلك طاقه ونشاط باذن الله. واهم من ده كله ان احنا نشحن الطاقه الايمانيه بتاعتنا، اهم من الطاقه الجسمانيه يا بنات. الطاقه الايمانيه هتخليكي ما شاء الله تبارك الله في منزله تانية، اهم 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 بكتير. شايفين الايد الصغنطوطه دي ايد رحيم، اكيد وحشكم طبعا. اقول له هتتلسع في النار، يقول لي احط اللايك يا ماما. اقول له يا بابا هتتلسع، يقول لي حط اللايك يا ماما. فحط لايك بقى علشان خاطر رحيم. رحيم ده ابنكم في القناة طبعا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة على قلبي، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى ما تنسوش بالله عليكم لايكات كده، وشيروا الفيديو بقى لاصحابكم كده علشان يستفادوا والهمة تبقى عالية اكتر، وكل حد هيعمل معانا اجر، وكل حد هيزرع نخلة، وكل حد هيقول لي ذكر، كلنا هناخد الاجر مع بعض من غير ما ننقص من اجر بعض. بالعكس الدال على الخير كفاعله ان شاء الله. ونيتنا في القناة دي ان كل ذكر يكون خالص لوجهه الكريم، اللهم امين يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. الشعريه بقى بتاخد اللون الغامق ده، ما تخافيش منه ابدا ابدا. هي بتبقى غامقه كده لان احنا بعد كده لما بنحط لها الميه وبتتسلق لونها بيفتح شويه، فتطلع بقى معاكي اللون الجميل الحلو القمر ده، ما تبقاش بقى زي المسلوقه كده ولا حاجه. وطبعا زي ما انتم متعودين معايا انا دايما بحب ان انا ازود الميه مغليه، بتسرع من عمليه السوى، ما بتاخدش مني وقت ابدا ابدا، والحاجه بتنجز معايا في الوقت. لان انتوا عارفين الست الموظفه بتبقى اهم حاجه عندها عامل الوقت، لازم تنجز في الوقت. وطبعا ان شاء الله معانا البركه، فان شاء الله الحاجه هتطلع قمر القمر وهتطلع حلوه ان شاء الله. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة على قلبي، اللهم امين. في حبيبتي كانت وصتني بالدعاء، هي ما شاء الله اخت جديده معانا اسمها ام يحيى. اهلا بيك يا ام يحيى، نورت الدنيا. عايزين كلنا نقول يا رب يبارك لك يا ام يحيى، ويديك الصحه ويبارك في عمرك ويرزقك رزق حلال طيب، ويرزقك صلاح الحال وروقان البال، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزقك من حيث لا تحتسبي. كمان ماما منى عايزين ندعي لابنها بالذريه، ربنا يرزقه ذريه عاجلا غير اجل، اللهم امين يا رب العالمين. اي حد محتاج مني دعوه يقول، وان شاء الله اي حد امني دعوه وانا ناسيه يا رب استجب لاي حد مامني الدعوه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا في ناس بتحب تحط السكر في الاول، لكن بصراحه انا امي علمتني كده ان انا اخلي الشعريه تستوي كده الاول، وبعدين احط السكر وشويه فانيليا في الاول وشويه في الاخر عشان يبقوا مفحفحين كده في الاخر، وريحتهم تبقى طالعه قمر القمر. وبكده ما شاء الله بقى عندنا حله شعريه اللهم بارك حلوه جدا، وطعمها مسكر وزي السكر، وما شاء الله اكلوا حاجه حلوه واتبسطوا والحمد لله، اللهم لك الحمد. احمدي ربنا على اي حاجه، احمدي ربنا على النعمه اللي عند غيرك مش موجوده عنده النعمه دي. اي حاجه ربنا اديها لك هي خير وكرم من ربنا عز وجل. اي لايك حلو قمر منك برضه هيجبر خاطري يا قمر القمرايه انت يا سكر. والحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما وابدا. دايما دايما احمدي ربنا، دايما دايما خليكي شاكره وذاكره، ودايما زي ما احنا متعودين طول ما اذكارك ملازماكي، طول ما بركه ربنا معاكي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الشعريه مفلفله اهيت، وكل شعريه ملهاش دعوه باختها، بس احنا مش كده، احنا عايزين اخوات نبقى مع بعض وقريبين من بعض. بس في الشعريه ما فيش مشكله لو في مسافه بين اخت والتانيه عشان تطلع مفلفله وقمر القمر زيكم. ربنا يخليكم ليا يا رب العالمين، وكل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا بركاتك يا رب العباد. اللهم يا حي وقيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.